لو عاوزين البيت يبقى سعيد هنعمل حاجتين مهمين جدا، حاجة بتعملها الست وحاجة بيعملها الراجل. طيب نبدأ بالراجل عشان هو القوام. قول لمراتك كلام حلو وامدحها كتير. الست بتحب المدح والثناء. لو انت عندها، لو شفتها لابسة لبس كده ومدحته في شكلها هتلبسه تاني. فلما انت تبقى عايزها تلبس حاجة معينة، شكل معين من اللبس، امدحوا عليها كتير قوي وقول لها بتبقي زي القمر وهياكل منك حتة وايه الحلاوة دي، هو في كده في الدنيا. هتلاقيها بتحبه وبتحب تلبسه قدامك. تمام. لما تبقى عايزها يعني تعمل اكل بحب، امدح اكلها. ولو مدحت حاجة في اكلها هتحب هي تعملها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. واحد بيحكي لي بيقول لي اخويا جاي يزورني ومراتي بتعمل كده بعض الحلويات الشرقية يعني، فقدمت حاجة. ف وهو بياكل بيقول لي انا اخويا كده بيأفور ساعات في الرياكشن بتاعه يعني. فقال ايه ده، وده بقى من العبد ولا من الاتوال، وده بقى مش عارف ايه، ده انا عمري ما دقت في الطعامه دي. قال جملتين كده وهي سامعاهم، هي مش موجوده معاهم بس في المطبخ يعني. بيقول لي من بعدها مفيش مره تعرف ان اخويا جاي البيت الا ولازم تعمل الحلويات، والمكونات بتاعتها لازم تبقى موجوده في البيت طول الوقت. ففعلا الست بتدي قوي لما بتحس ان هي محبوبة، لما تحس ان هي شاطرة، لما تحس ان هي ناجحة. فانت تديها الاحساس ده هتحس هي بالارتياح الشديد جدا وهتديك اضعاف مضاعفة. النقد والتجريح والتقليل، ان انت تقول لها ان انت ما بتفهميش، ان انت ما بتستوعبيش، ان انت ذوقك وحش، ده بيذبحها بيقتلها، مش هتشوف نفسها معاك ابدا. تمام. الحاجة اللي المفروض الست تعملها، شجعي جوزك. يعني لما جوزك يعمل حاجة، والله في رجالة كده يقول لك انا نفسي اسمع منها مرة ان هي راضية، ان انا عملت حاجة عجبتها، ان هي يعني مقدراني، ان هي شايفاني. انا نفسي وانا نازل تدعي لي تقول لي ربنا يرزقك برزقنا، ربنا يبارك لك. نفسي في مره لما اجيب حاجه تقول لي جزاك الله خيرا مثلا يعني. ما بسمعش. فانت لما تشجعي جوزك، في واحده كده لما جوزها مثلا يروح يشتري خضار، يشتري فاكهه بتاع، تقول له ازاي ده التفاحه دي مسوسه، ده مخرومه، ده مش عارف فيها ايه. انما لو قلت له تسلم ايدك، ربنا ما يحرمنا منك، ربنا يخليك ليا، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. ولو فيها حاجه غلط عشان ما يكررهاش يعني، تقول له شوف الناس اللي ما عندهمش ضمير، شوف الناس اللي مش عارف ايه. ما تجيبهاش فيه هو. لما جوزك يتعب حسسين ان تعبه متشاف. لما الراجل بيتشجع، يعني لو خرجكم مره خروجه ما عجبتكيش بس تقولوا ده كان اسعد يوم في حياتي، هتلاقي الراجل عاوز يكرره تاني. تقولوا طب انا نفسي بقى، نفسي ومنى عيني اقعد انا وانت في المكان الفلاني، انا بحب ان انا اكون معاك في الحته الفلانيه، انا بتبسط قوي فاكر يوم ما قلت لي كلام حلو. ده لو قاله مره يعني في حياته، ده انا كنت اسعد انسانه في الدنيا. حسسين ان هو عمل انجاز. لما تحسسين ان هو عمل انجاز هيكرره. انما لو ما حسستوش ان هو عمل انجاز واحبطتيه مش هيكرره. الرجل لما بيحصل بيشعر بالاحباط او بالفشل بينسحب مش بيكرر. وقود الرجل من اجل العطاء ان هو يتشجع. شجعيه مره واثنين وثلاثه وعشرة، هتلاقي الراجل عنده عطاء. فحاجتين مهمين للراجل وللست، قول لها كلام حلو، امدحها، امدح كل حاجه هي بتعملها. الست هتدي بحب. تعب البيت وارهاق اليوم كله بيروح بكلمه حلوه. الراجل عنده استعداد يجيب لك نجمه من السماء لما تشجعيه وتقدريه وتحسسيه ان هو متشاف وان هو راجل في بيته. لو حسستيه برجولته وشجعتيه مستحيل يبص لواحده تانية او يتخلى عنك. وما تقولوش بقى اصل احنا عملنا وما لقيناش نتيجه. جربوا بصدق وباخلاص وربنا ان شاء الله يسعدكم. السلام عليكم.